لله ومنة لله على أنه هيأنا الظروف لتهيئ هذا المقر وهذه الوحدة الإدارية والصحية اللي احنا اليوم كنا بصدد افتتاحها وتدشينها بحضور عامل صاحب الجلالة على هذا الإقليم. هذه الوحدة الإدارية والصحية هي ثمرة من ثمرات جهود هذه الأجهزة المسيرة الحالية التي تولت تدبير هذه المؤسسة منذ سنة 2021 والتي جاءت بمخطط استراتيجي خماسي طموح 2021-2025 والذي هو الآن في مراحله الأخيرة. أيضا افتتاح وخلق هذه الوحدة الإدارية والصحية جاء إثر قرارات اتخذت لا على مستوى الجموع العامة للمؤسسة ولا على مستوى مكاتبها ومجالسها الإدارية. شاءت الأقدار أن ترى هذه الوحدة الإدارية والصحية النور صبيحة هذا اليوم. هذه الوحدة ستقدم خدمات إدارية وصحية لمنخرطي التعاضدية العامة ولي أيضا منخرطي التعاضديات الشقيقة. وعدت ميزانيتها تضاعف 3 مرات. فلوس اللي كانت مطروحة في السي دي جي اللي كان يعطيها عليها فائدة 1 رفدتها وديتها المؤسسة أخرى مضمونة من طرف الدولة وتعطيها 4. كانت تعطينا 6 مليون ديال درهم في العام، أنا كان نجيب دابا 45 مليون ديال درهم. رفعت من المنحة، صلحت المؤسسة، الوضعية ديال المستخدمين. ايش لا نقول لك؟ مخطط برنامج قوي جدا يجعلني نفتخر به، الافتخار الحق حق، ولكن لما أقول أن ولاية واحدة أقولها وأقولها في إطار التداول الديمقراطي، المسؤولية، فتح الباب للناس. الخلود في الكراسي أنا ضده وقايلها ونقولها ونسجلها عليا، ماني ماشي حشمان ولا غير نعت الناس عن ارتباطي ما هو بالكرسي، ارتباطي بالمؤسسة. ومن نقول لكم ميزانية المؤسسة ماشي ما تصوروا. أريح مؤسسة اجتماعية كاينة هي التعاضدية العامة. ثانيا الخدمات ديالها وذا العدل هو الذي أترك، هو الذي استمال منخرطين جدد اللي وصلنا غير من مشينا دابا 47,000 منخرط جديد اللي عندنا نقربوا في 600,000 من غير ذوي الحقوق. ما هم ماشيين شيء، بالعكس. ثانيا هذا النجاح اللي حققناه على مستوى الوطني من هذه المؤسسة هو الذي أعطانا رئاسة الاتحاد الافريقي التعاضد ده المغرب، وهو اللي أعطانا الاتحاد العالمي التعاضد. المغرب فيه الناس، فيه الطاقات، فقط يجب ترك المجال للناس وإعطاهم الفرص. إذا ما زال في جعبتكم الكثير وما تزالون تودون إعطاء الكثير. شوف، أنا عندي إيمان مطلق بين تجديد النخب يجب، لأن كل واحد لا يجيب شيء جديد جدا. لما أنا نجلس في هذا سأستوفي برامجي وأستوفي والسلام عليكم، نعطي الواحد آخر طاقة جديدة، سلم المشعل تكون في المستوى. رانا لا عندنا الخلود في الكراسي. أنا ما شوف، أحترم الجميع كلها للناس فيما يعشقون مذاهب، ولكن رأيي أنا شكرا. نعطي فرصة للشباب، ماشي قضية الشباب، قضية التجارب أيضا، قضية ناس. احنا رانا مقبلين على الرقمنة، مقبلين على برامج. ثانيا نقول لكم على أن المشاريع مقبلة على التعاضدية العامة، شيء ما تصوروا. احنا الآن عملنا دراسة اكتوارية على مشاريع خدمات أخرى اللي غادي تقوم بها التعاضدية العامة. أنا لا أؤمن بخدمة ملف المرض، أنا كنشوف خدمات اللي يمكن تكون عندها قيمة مضافة للمنخرط. احنا دابا درنا دراسة اكتوارية حول الراديولوجي ديال لي لابو، المختبرات، المستشفى اليومي، مجموعة من المشاريع اللي دابا درنا عليها الدراسة ونقدموها السلطات الوصاية باش تعطينا الموافقة باش يعود المنخرط يستافشى. خليني من ملف المرض، أنا لا أخشى لومة لائم، هذه تجربتي. شكرا.
واش فهمتي؟ اذا قراري يا استاذ الا بغيت تسجل عليا، قراري قرار نهائي، لن اترشح لمرة ثانية. المؤسسة انقذناها دابا على جادة الصواب. اجمل، شفتوا هذا اللي شفتوا ياك عجبكم انتم؟ اصغر شي حاجه كاينه، وهذا الديزاين اللي شفتوا، هذا الشكل، كل المناطق. ثانيا يمكن لك تمشي تدي ملف تدفعه في الداخله، معروف الموظف اللي قبضه بقدر ما الموارد البشريه كلها قبض حقه بقدر ما عرف مسؤوليته. ثانيا الاتفاقيه الاخيره اللي تبعتوها مع مؤسسه محمد السادس، اللي الان بدينا، وكل مؤسسه كل مستشفى في موظف ديالنا اللي كيستقبل من الخارج. ثانيا الاتفاقيه مثلت الشيك كارونتي مثل خالد، التعريفه الوطنيه احترامها، منين يجي المريض ديالنا ما يسول عن شيء، يعالج هي الاولى، حنا ضامنين. ونفس الشيء راهي غادي نوقعوا هذه السيمانه مع عقد الطال باش تعود قلميم، العيون، داخله، اكادير، الناس كذلك تجي تستمع. وهذا هو العمل، وهذا هو اللي باغي يتنافس كذا. شكرا.